رمضان في كفر البلاص والناس صايمة، بس مش كلها، ما تستغربوش. الناس فاكرة إن الصيام هو امتناع عن الأكل والشرب وخلاص. تعالوا نعرف أول وأخطر حاجة تضرب صيامك وتضيعه، وكمان زيادة في السيئات. شفتوا عم صابر امبارح عمل ايه مع مراته قبل الفطار؟ ايه يا بهلول؟ الناس قبل الفطار بدقايق الحاج فايز زعق لسيد بتاع الدكان وقال لو انت جبنتك مش حلوه هرجعها لك في السحور ومش هصوم عشان خاطرك. جوز الست نفيسه امبارح ما عجبوش الاكل، حلف على مراته ما هي قاعده في البيت وراح فطر في مائده الرحمن. سمعت عن الجيران الجدد؟ ازيكم يا شباب، انتم صايمين؟ الصوم مش بس عن الاكل والشرب، لازم لسانكم يتربط عن الكلام عن الناس. قبل ما تمتنعوا عن الاكل امتنعوا عن اكل لحوم الناس. باقي على اذان المغرب 3 دقايق، هتيجوا تصلوا المغرب؟ ان شاء الله هنصلي التراويح مع بعض. هتيجوا ان شاء الله؟ ان شاء الله يا شيخ. شوفوا يا حبايبي ربنا بيقول ايه عن الصيام. يقول الله في حديثه القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. معناه إيه الحديث؟ الصيام عبادة حساسة جدا وعلاقة مباشرة بين العبد وربه، يعني مفيش وسيط ولا حائل بينك وبين ربنا. كل العبادات التانية الناس شفاك، الزكاة والصلاة والحج ممكن الناس تشوفك وانت بتأديها، لكن الصيام علاقة خالصة لله. وأهم حاجة تبطل الصيام هي إننا نجيب في سيرة الناس. واسمعوا الآية دي: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني أنا كنت بضيع صيامي بكلمتين؟ من النهاردة لساني صايم زي معدتي، إلا ذكر الله وقراءة القرآن.